العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. جهود للسيطرة على إسراب الجراد في الإقليم الأوسط. بناء 8 مدارس في سلعة. إصحاح البيئة في بارنتو وصلعة. عشرات القتلى وانهيار قرى بعد فيضانات عارمة بالسودان. فيروس كورونا يطال أكثر من 25 مليون شخص في العالم. واعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الزراعة أن القوات الدفاع والمهنيين الزراعيين يقومون بجهود قوية بالتعاون مع المواطنين والإدارات للسيطرة على إسراب الجراد التي ظهرت في مناطق محدودة بإقليمي شمال البحر الأحمر والأوسط قبل إحداثها الأضرار بالمزارع. أوضح السيد أبراهام إيوب من مكتب وزارة الزراعة في الإقليم الأوسط أن إسراب الجراد الصحراوي انتقلت من إقليم شمال البحر الأحمر بدءا من يوم السبت 29 من أغسطس عبر منطقة عرقولو إلى منطقة درفو بالإقليم الأوسط. ونتيجة للمراقبة والمتابعة المستمرة مسبقا تجري أنشطة رش المبيدات منذ هبوطها للسيطرة عليها. وذكر مدير ضاحية درفو السيد عمر إبراهيم أن السكان والمزارعين ظلوا ينشطون في المراقبة للتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة، ويجري العمل لإبادته قبل وقوع الأضرار في المزارع والأشجار بتضافر جهود المواطنين وقوات الدفاع والجيش الشعبي. يذكر أن إسراب الجراد القادمة من إثيوبيا واليمن بكميات قليلة قد ظهرت في مناطق محدودة بإقليم شمال البحر الأحمر في الأسابيع الماضية، ونفذت أنشطة منسقة لإبادتها من خلال الاستعدادات المسبقة التي جرت. تقوم الحكومة الإريترية منذ غداة الاستقلال باستثمارات ضخمة في مجال التعليم للارتقاء بالعملية التعليمية التي تخلفت في عهد الاستعمار، خاصة المناطق الريفية النائية المنسية من كل الخدمات وأولها التعليم. وتجري لمواكبة التطور التعليمي بناء المدارس في المناطق البعيدة عن الحضر. التفاصيل في سياق التقرير التالي في إطار إيرينا بأن 5 مدارس من المدارس الثمانية يجري بناؤها بالتنسيق بين الإقليم الغربي للتصدي التنموي ووزارة التعليم وقسم التنمية المعمارية في إدارة إقليم الكاشبركة، بينما يجري بناء 3 مدارس من المدارس الثمانية بمساهمة المواطنين. وأشار المشرف على المدارس في مديرية سلعة الأستاذ محمد نور إدريس إلى أن المدارس الحديثة ال5 يجري بناؤها في مناطق ركب وديبا ساتا وحنبكتا وطهرة وفتوي، فيما يجري بناء المدارس ال3 المشيدة بمساهمة المواطنين في مناطق بادن وبادن لقيتن ومعر. وعبر الأستاذ محمد نور عن أمنياته الكبيرة بأن تحدث المدارس المبنية حديثا حلول مستدامة لمشاكل قلة المدارس والفصول الدراسية في تلك المناطق، بالإضافة إلى إسهامات إيجابية في عملية التعلم والتعليم وخاصة في تطور التعليم الأكاديمي بالمديرية. من جهته أشار مدير مديرية سلعة السيد وئيلا محمد علي إلى المتابعة الجادة لتقديم المدارس الجاري بناؤها بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية خدمات تعليمية ناجحة في العام الدراسي القادم. في الختام دعا السيد وئيلا مدراء إدارات الضواحي والأعيان والمواطنين بذل جهود توعوية حثيثة لإرسال الأطفال الذين بلغوا سن التعليم المناسب إلى مائدة التعليم لتقديم المدارس الحديثة خدمات تعليمية جيدة.
هذا وتوجد في مديرية صلعة 33 منطقة في 9 إدارات ضواحي يقطنها 24 ألف نسمة. يواصل الشعب الإريتري التبرع لدعم الجهود الحكومية لمكافحة وباء كورونا. التفاصيل في التقرير التالي، فلنتابع. ساهمت الإدارات والمؤسسات الخاصة وكذلك الاتحادات بتبرعات مالية لصالح تنمية صندوق تصدي كوفيد-19. ووفق تقرير وزارة الصحة، تبرع سكان ضاحية قبقب وأسنا في مديرية فورو ب6000 نقفة، وضاحية ربروبيا 5000 نقفة، وضواحي وادي حداث قدم لحدين محفيد وكمهولي كل منها 4000 نقفة، وضاحية زولا 3000 نقفة، وضاحية أفتا 2000 نقفة. كما تبرعت شركة سامر الخاصة ب5000 نقفة، وفونت الإلكترونية ب3000 نقفة، وقرقوش شغائي يومي مقيمي أسمرة 2000 نقفة، وجمعية قدوس ميكائيل عدراسي مقيمي أسمرة 2000 نقفة، وطاحونة أبا بازر آي للغلال 2500 نقفة، وجمعية قدوس جبريل تولد درجن التعاونية مقيمي أسمرة، وجمعية شام حلحل ودكان أرقاش حقوس، وجمعية بعل مريم ودعر مريتو مقيمي أسمرة، وجمعية قدوس ميكائيل مقيمي دقم حارة، ومكتب إلسا تزاري وزودة بوتيك، وجمعية قدوس جبريل طالة قزع دي حنس ومقيمي أسمرة كل منهما 1000 نقفة. من جهة ثانية، أفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين في سانتا روزا بكاليفورنيا تبرعوا $5913 لأسر الشهداء، جمعوه في إطار برنامج نظموه لذكرى الشهداء، و15 مواطن $5130 لرعاية أسر الشهداء. قام سكان مديريتي بارنتو وسلعة بأنشطة إصحاح البيئة لدرء الأمراض المعدية. وأوضح المهنيون الصحيون في المديريتين أن الهدف من البرنامج مكافحة الملاريا والأمراض المعدية الأخرى التي تظهر في موسم الأمطار. وقال مسؤول إصحاح البيئة في إقليم القشبركة السيد عبد يعقوب إن إصحاح البيئة أفضل وسيلة لمكافحة الأمراض المعدية ويعمل به بتوسع في الإقليم. نشرتنا متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. ارتفع منسوب نهر النيل في العاصمة السودانية الخرطوم إلى 17.48 متر، محطما الأرقام القياسية التي سجلها خلال الأعوام 100 الماضية، والتي بلغت 17.26 متر في العام 1946. وشهدت العديد من مناطق السودان فيضانات عارمة خلال الساعات 24 الماضية، مما زاد من الخسائر المادية والبشرية لموجة الفيضانات الحالية التي بدأت في نهاية يوليو الماضي. ووفقا لإحصائيات صادرة عن المجلس القومي للدفاع المدني، فقد بلغ عدد الضحايا 88 قتيلا، فيما تعرض نحو 19 ألف منزل للدمار الكامل و34 ألف لإنهيار جزئي، بينما قمرت المياه قرى بأكملها في مناطق في شرق الخرطوم. وفي ظل الارتفاع غير المسبوق لمنسوب النيلين الأزرق والأبيض، باتت معظم مناطق الخرطوم تحت تهديد الفيضانات. وتحاول قوات الدفاع المدني مسنودة بمئات المتطوعين من السكان وضع المتاريس للحد من الخسائر، بينما تؤدي الأمطار في حوض نهر عطبرة إلى ارتفاع في إيراد عالي النهر في اليومين القادمين. طال فيروس كورونا ما لا يقل عن 25 مليون شخص في العالم، يتواجد أكثر من نصفهم في أمريكا الشمالية والجنوبية، وفق ما كشفه إحصاء أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. وفي الإجمال بلغ عدد الإصابات المعلنة حسب هذا التعداد 25 مليون ونصف مليون، بينها 848,915 وفاة، فيما سجلت 4 من كل 10 إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل، وهما البلدان الأكثر تضررا.
لكن يبدو أن وتيرة انتشار الوباء تستقر في العالم، إذ يتم تسجيل نحو 1,000,000 إصابة إضافية كل 4 أيام منذ منتصف يوليو. وبعدما كانت أول قارة يضربها وباء كوفيد-19، أصبحت آسيا من جديد المنطقة التي تسجل أعلى عدد إصابات في الأيام ال7 الماضية، أكثر من 8 من كل 10 إصابات منها في الهند. وفي المجموع باتت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تشهد أكبر عدد إصابات في العالم، بلغ أكثر من 7 ملايين إصابة، بينها 27,387 وفاة، تليها الولايات المتحدة وكندا. اعترضت مقاتلة روسية من طراز سو 27 طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز RS 135 فوق البحر الأسود، وفقا لما جاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية. وأوضح البيان أنه في 28 من شهر أغسطس رصد فوق البحر الأسود هدف طائرة يقترب من الحدود الروسية. تبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز RS 135، وأقلعت مقاتلة سو 27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود. وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف على مسافة آمنة للتعرف عليه، وتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية RS 135. كذلك أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع عن اعتراض مقاتلة روسية من نوع سو 27 3 طائرات استطلاع لدول غربية، واحدة منها أمريكية فوق بحر البلطيق. الخبر الأخير في هذه النشرة: أجرت شركة سكاي درايف اليابانية اختبارا أوليا ناجحا للسيارة الطائرة وسط مساعيها الانتهاء من إنتاجها بشكل تجاري بحلول عام 2023. ويظهر مقطع فيديو نشرته الشركة طيران السيارة وتحليقها على ارتفاع عدة أقدام لمدة 4 دقائق. ويقول توموهيرو فوكازاوا المشرف على مشروع سكاي درايف لتصنيع السيارات الطائرة إن التحدي الأكبر يكمن في جعلها قادرة على حمل الطيارين بشكل آمن. ويمكن للتصميم الحالي للسيارة التي تشبه الدراجة البخارية ومزودة بمراويح خاصة للتحليق لمدة تتراوح بين 15 دقائق متصلة. وعلى عكس طائرات نقل المسافرين الضخمة والمروحيات، ستوفر السيارات الصغيرة الطائرة لركابها فرصة التنقل من نقطة محدودة أو محددة إلى أخرى دون الحاجة إلى المرور عبر إجراءات خاصة بالمطارات. ختام النشرة، إلى اللقاء.